القصة الكاملة لمشاجرة نجل محمد رمضان مع زميله الحكم بإيداعه دار رعاية. تعود الواقعة إلى الشهور الأخيرة من عام 2024، وجاء السيدة اتهاما لنجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، وطالبت الأم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر إن ابن محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة، وقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمة. والد الطفل روى كواليس الواقعة في مداخلة مع الإعلام عمرو أديب ببرنامج الحكاية، وقال إن المشكلة بدأت كمشادة بين أطفال في النادي، لكن للأسف قيل فيها كلام من عينة انتوا مش عارفين أنا مين وابن مين. ووضح إن ابنه حاول التدخل في مشادة بين ابن محمد رمضان وطفل آخر والفصل بينهم، فحدث تلامس وتجاذب بالأيدي. وأضاف إن ابن محمد رمضان تتبع ابنه وأغلق عليه الحمام بكرسي، مما يعد احتجاز طفل يعاقب عليه القانون. وروى والد الطفل إن بعد إخراجه من الحمام قابل محمد رمضان وكان غاضب جدا، وإن محمد رمضان همس في أذن ابنه بشيء ليقوم ابن محمد رمضان بصفع الطفل بعدها في وجود شهود. كما تحدث عن وجود تقرير بذلك من الطب الشرعي، وطالب والد الطفل تفريغ كاميرات النادي دون رد حازم من الإدارة، فقرر تصعيد الموضوع للاسم والنيابة. وبعد أسابيع من التحقيقات نظرت المحكمة القضية في أول جلسة خلال الساعات الماضية. تغيب ابن محمد رمضان عن الجلسة لتعرضه لوعكة صحية حسب محاميه، وقررت محكمة الطفل إيداع نجل الفنان محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية دون تحديد مدة. وأعلن محامي نجل محمد رمضان عن اتخاذ خطوات قانونية للطعن على قرار محكمة الطفل. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.